الدنيا صيام بقى وبنبقى محتاجين ان احنا نحلي بحاجة كده. علشان كده هنعمل النهاردة الرز بلبن بطريقة سهلة جدا وتعتبر مش مكلفة وأطعم من بره. أول حاجة كده هحتاج 2 كيلو لبن، وهزود عليهم كوباية مية كبيرة أو كوبايتين اتنين. بعد كده هغسل كوباية رز، كوباية صغيرة بس أنا مني غسلته وركنته شوية فهو يعني بيبقى زاد. هحطهم بقى كده وأقلبهم، وبعد كده هوطي النار خالص وهغطي الحل علشان السوائل ما تتبخرش معايا وتنقص. بعد كده طبعا كل شوية أبص عليه وأقلبه علشان ما يتكتلش لحد ما يستوي كده. هزود السكر حسب الرغبة، أنا حطيت كوباية. بعد كده هحط معلقتين اتنين كريم شانتيه، والافضل ان انت تدوبيهم في شوية مية. بعد كده هحط كيسين فانيليا عشان يبقى ريحتهم حلوة كده. قلبي كل المكونات في قلب بعضها كده عشان السكر يدوب والكريم شانتيه. وبعد كده هجيب معلقتين اتنين نشا وهدوبهم في نص كوباية مية. دوبيهم حلو كده وانزلي على الرز بيهم. هسيبه ياخد غلوة كده بالنشا وبكل المكونات علشان تدخل في بعضها، واسيبه يبرد شوية. حاجة بسيطة بس عشان ما يتكتلش معايا. هجيب الكاسات كده او الاطباق واغرفه فيها. وبعد كده لو انت بقى عايزة تدخليه التلاجة عشان وشه يكشكش شوية، سيبيه على الرخامة لحد ما يبرد خالص. وبعد كده هنبقى ندخله التلاجة. هجيب بقى الطواجن ايا كانت، ان كانت بورسلين او اللي هي الفخار العادي. المهم اطباق تكون قابلة انها تدخل الفرن. بعد كده بقى انا كان معايا وش اللبن علشان اطلع باللون الجميل ده. فهجيب القشطة اللي هي وش اللبن وهحط على وشها كده حاجات بسيطة، وكمان هرش عليها سكر. تقدري لو انت مفيش قشطة عادي تستغني عنها وتحطي سكر. السكر يكون بودر او سكر ناعم قوي علشان يدوب بسرعة ويبقى حلو معاكي ويدي لون كده كويس ووش حلو. بعد كده هخلص كل الكمية كده وهرصها في صينية وادخلها تحت الشواية على ما تاخد لون بقى كده وتاخدي بالك منها طبعا. هغطي الكاسات ديت بس لازم تكون بردت خالص عشان الاكياس دي ما تعرقش عليها، وتدخليها التلاجة وتطلعيها. هتطلع معاكي الوش مكشكش وشكله جميل. تقدري كمان تحطي عليها اي صوصات تحبيها. انا عجبني احلى طعم اللي هو صوص الكراميل، ماشي كده مع الرز بلبن وطعمه حلو قوي. كمان هنا الاطباق ديت كانت طلعت او الطواجن كانت طلعت اهيت. نفس الفرن بقى يجنن حلو جدا. مش هتفرقيه عن بتاع بره، بس الفرق ان هنا ده يعني انضف واوفر من بره. خد لون بقى جميل كده وعملت كمية كبيرة منه ما شاء الله. عايزاكي بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي شير كتير علشان الفيديو يوصل برضو لناس كتير.